حديث حذيفة في الصحيحين قلت يا رسول الله جعلنا الله بهذا الخير على يدك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الخير يعني اللي فيه دخن شر؟ قال نعم. دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني عرب فصحى يتكلمون بالدعوة إلى البدعة والشر والفساد والكفر والضلال. قلت يا رسول الله فما تأمرني أن أتخني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يؤذيك الموت وأنت على ذلك. هذا يفيد أن الواجب التعاون مع أهل الخير ومع أهل الهدى ولزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة الخير. فإذا جاءت الفرقة والاختلاف والتنازع الذي يخشى المرء على دينه انتقل واعتزل إلى جهة أخرى، سواء شعب من الشعاب أو قرية هادئة أو بلدة هادئة يأمن فيها على دينه عند الاختلاف والنزاع والفتن.